السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة فيديو سريع كده، هنتكلم على ايه احسن باور للبيزات وايه احسن باور للهيات في السوق المصري، عشان دوت سؤال كتير قوي بيتقال لنا. طبعا انتوا تلاقوني اللي انا جايب مش على طبعا على الباورات والكلام دوت، وجايب على الاطباق. يا جماعة مفيش حاجة اسمها احسن باور للبيزات واحسن باور للهيات. احسن باور اللي هو على بيانات السماعة اللي عندك، والسماعة اللي عندك ديت بيبقى جاية فيها بيانات، بتبقى جاية فيها معلومات بتقول هي كام واط وكام اوم وبتشتغل ازاي. فاحنا للأسف يا جماعة يعني أغلبية الناس بتحكم على، أنا جايب لكم طبعا مكونات السماعة أو مكونات الدرايفر أو مكونات الطبق طبعا دوت السبايدر والورقة بتاعته والكلام دوت، فبيحكموا على الطبق مش بيانات، بيحكموا على الطبق كورقة كسوستة. تمام، السبايدر اللي انتوا شايفينه دوت. فللأسف هما طبعا بيحكموا على القصة ديت بحكم مثلا يقول لك الورقة ديت محملة يبقى تمام، السبايدر دوت كويس، ده دبل ولا مش دبل يبقى تمام، الملف ده كبير يبقى تمام الطبق. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة. في كل حاجة بتتصنف على حسب ما هي بتبقى موجودة في المكان بتاعها. يعني السماعة ديت بتتحط في كالونة، السماعة دي بتتحط في كالونة تانية، السماعة ديت بتنتج ترددات، السماعة دي بتنتج ترددات تانية. مفيش تناسب في الترددات ما بين ديت وديت، دي بتنتج ترددات أقل، دي بتنتج ترددات أعلى شوية. فاحنا لما نيجي نختار لازم نفهم الأول السماعات ديت كام واط، الار ام اس بتاعها كام، هتتوصل كام سماعة في الكالونة. بعد كده نجيب الباور بتاعنا ونشوف الباور دوت بياناته ايه. الباور دوت بينزل للاتنين اوم، بينزل للاربعة اوم، كام على التمانية اوم، كام على الاربعة اوم، عشان نقدر نحدد احنا شغالين ازاي، عشان نقدر نحدد احنا هنشتغل ازاي. قلنا قبل كده لازم الباور يبقى نفس الحمل بتاع السماعات مرة ونص، يعني قد الحمل بتاع السماعات مرة لمرة ونص. ليه مرة ونص؟ لان عندك في بعض الاحيان بتبقى السماعة شغالة، وفي بعض الأحيان السماعة ديت بتحتاج وات أعلى، فلو هي مساوية للواط الفعلي بتاعها، وفي بعض الأحيان بتبقى محتاجة بيجيلها إشارة عالية أو بيجيلها إشارة للباور عالية، فبيحتاج الباور يرفع الإشارة ديت. فلما يجي يرفع الإشارة ديت، هو أنت وصلت للحد الأعظم بتاعه، أقصى حاجة ليه، وصلت لآخره زي ما بنقول باللغة الدارجة. فبالتالي ما بيقدرش عندك اللي هو يرفع القصة ديت، فبيعمل بروتكت او بيخش في اللون الاحمر، فبالتالي الكهرباء بتطلع على السماعات. فبالتالي الكويل اللي جوه اللي هو اللي انتوا شايفينه دوت يا جماعة، الكويل اللي جوه دوت هنا اهو، الكويل اللي دوت عبارة عن سلوك نحاس زي ما انتوا شايفين كده، ملفوفة بعدد معين. طبعا انا يعني مش خبير اوي في القصة ديت، الناس اللي بتلف الاطباق هي خبيرة في القصة دي. فده ملف ليه ليه مقاس معين، ليه طبق معين، ليه ورقة معينة. طبعا ده هتلاقوه من جوه من بره هنا زي ما انتم شايفين كده، مش من جوه بس او من بره بس. تمام، طبعا ده ليه مواصفات معينة. ففي الاخر خالص بيديك بيانات للطبق. بيانات الطبق بتبقى زي البيانات اللي انتوا شايفينها دي كده اهي، نتف دي كده. يعني دوت يقول لك ده 8 اوم، 95 دي بي دوت الحساسية بتاعته، المدى الترددي بتاعه من 35 لغاية 2000 هرتز. ده يا جماعة بيبقى حوالي 500 واط أو 600 واط، طبعا هو الورقة هنا مقطوعة للأسف. فالبيانات بتاعته بتيجي كده، فاحنا بنمشي على البيانات ديت. فانت لازم توفق لها طبق يكون شغال مع القصة دي. مش انا بقى ماشي، هو ممكن مثلا ايه يقول لك الملف الكبير بيحتاج عزم اعلى فبينتج لك ترددات اقل، مفيش مشكلة. بس لما انا اقول لك دوت ملف مثلا 75، والتاني يقول لك 74 ونص، والتاني يقول لك مثلا ملف 21، والتاني يقول لك ملف 18 ملف، ففي الاخر الجديد في المجال مش فاهم، هو كل ما زاد عدد اللفات يبقى كده تمام، كل ما كان الملف اكبر تمام. طب انت مستخدم ميدا، فالميدا ديت انت عايز الميد دوت، ما هو الميد انواع، الميد ميد هاي ولا ميد ولا ميد لو.
انت مش عارف القصة ماشية ازاي. فبالتالي انت بتختار السماعة على حسب انتاج الترددات بتاعتها، على حسب ما هي بتشتغل. انت عايزها مميدة، عايز البيز بتاعها او الميد بيز يكون عالي شوية، اللي هو الميد لو يعني. فبالتالي يا جماعة لازم نوفق القصة ديت ونبقى فاهمين المعلومة ديت ماشية ازاي. لازم نبقى فاهمين. طبعا الطبق لو اتحط له سوستة اتقل من ديت، معنى كده ان هيحتاج وات عالي، معنى كده هتبقى الملف بتاعه اكبر، معنى كده اللي هو بينتج ترددات اقل. بس ده مبدئيا، مش كله بيمشي عليه نفس القصة كده. فلازم نفهم يا جماعة البيانات بتاعت الطبق تبقى ايه قصتها، ايه اقدر اشتغل على السماعة ديت في انهي باور اقدر اوصله. لو الباور طلع ضعيف، سيبك بقى من الباور ضعيف ولا مش ضعيف، انت لو جبت باور مساوي للسماعة او مرة ونص للسماعة وكان في مشكلة في الكهرباء مثلا، المشكلة اللي في الكهرباء ديت بتخلي الباور بينزل بقوة الدفع بتاعته بتقل معاه، فبالتالي مش هيديك الكفاءة بتاعته. فبالتالي انت مش هتقدر، يعني مثلا نيجي طبق زي دوت كده، الطبق دوت مثلا 800 واط، تمام. بصوا يا جماعة انا بحركه كده بالعافية. بصوا ال القطر بتاع الملف بتاعه كبير ازاي، تمام. فمعنى كده اللي هو بيحتاج لوات عالي، بيحتاج وات عالي عشان يحرك كل دوت. طب هنا القطر بتاع السماعة دوت او قطر الكويل دوت كبير ليه؟ عشان عندك، لو انت بصيت هنا على السوستة دي هتلاقي فيه هنا تخانة. فمعنى التخانة ديت ان الطبق هنا بيتحرك حركة اكبر من الطبق مثلا اللي انتوا شايفينه دوت. بصوا التخانة بتاعت الطبق دوت هنا كده، فهتلاقوا هنا دوت هنا ما بينتجش نفس الترددات اللي بينتجها ديت، فهتلاقي الملف هنا كبير، فهتلاقيه بينتج ترددات منخفضة اكتر، تمام. هتلاقي الوات بتاعه اعلى. فمش بالضرورة اللي انت لما تكون عارف ان الملف دوت كبير او لا، اللي انت كده الاستخدام بتاعك هيكون ليه كويس. لا، انت في مدى ترددي معين انت بتشتغل عليه. فكل الحوار اللي انا بتكلم فيه النهاردة عشان مفيش حاجة اسمها باور كويس، باور بذات، باور هيات، الكلام دوت لا، مفيش الكلام ده. في حاجة السماعة بتاعتك ديت كام واط، كام اوم، الباور بتاعك دوت كام اوم، كام واط، بينزل للحمل بتاعك، سواء انت كنت موصل سماعتين مع بعض، السماعة ديت او السماعة ديت موصلين له 4 اوم، موصلهم 2 اوم، موصلهم 16 اوم، ايا كان، موصلهم توازي او توالي. فبتبقى نسبة وتناسب، بس لازم يكون الباور قد السماعة مرة لمرة ونص عشان تديك الكفاءة بتاعتك وعشان يبقى السماعة شغالة كويس. والطبق كمان من جوه يا جماعة، يعني هنا هتلاقوا في الكويل من هنا في حاجة كده زي مصفى. المصفى ديت بتدخل وتخرج الهواء اللي هو بيبقى جوه القانون، الهواء ده بيعمل تبريد للكويل. فانت لو عندك الباور قد الطبق او اقل من الطبق، ففي كهرباء بتطلع، ففي سخونية بتطلع على الملف اللي انا وريته لكم دوت اهو، الملف ده يا جماعة. فالملف دوت بدل ما هو بيحصل له تنافر ويطلع وينزل عشان المغناطيس هنا، تمام، حركة، بيبقى شغال على طول كده، فانت عندك بيسخن. فلما بيسخن من هنا ممكن النحاس اللي هنا دوت يتحرق، ممكن الملف اللي انت شايفه دوت يتحمص كده، يعني يبقى في سواد من هنا كده بيتحرق كله. طب ايه النتيجة من القصة ديت؟ ان الباور عندك اللي انت موصله عليه للأسف بيدي كهرباء. لما بيخش في الاحمر طبعا بيدي كهرباء، هو بيخش في الاحمر ده بيقول لك خلي بالك في بروتكت جاي، وخصوصا لو كلب معاك. لو كلب معاك اللي هو يفصل الجنب ويجي يشتغل تاني، فهو مع الدفعة بتاعته اول ما بيشتغل يقوم الجنب، فبيديك دفعة كهرباء عالية، ممكن الملف هنا ما يقدرش يستوعبها، ما يقدرش يعني يترجمها عنده الحركة ويقف مكانه. فالملف دوت لو وقف في المغناطيس هنا، شكرا خلاص هو اتحرق، مفيش حركة، فهو وقف خلاص. فأصبح إن الكهرباء اللي جاية ديت اللي بتتحول لمجال مغناطيسي باختلاف الأقطاب مع أقطاب المغناطيس، إذا كان موجب أو سالب أو سالب أو موجب، عشان تعمل تنافر ويعمل حركة،
لا خلاص بيبقى واقف، فيفضل هو في حالة سكون او عدم حركة. فعدم الحركة دي بتولد حرارة حوالين الملف اللي انتوا شايفينه ده، فيبتدي يولع. لا اما هتلاقي عندك الواير بيبتدي يسخن وبيتقطع. طبعا احنا كنا عملنا فيديو هو بيسخن وبيتقطع ليه، والقصة بتاعته ايه، والدنيا بتاعته ايه، والكلام فانا حبيت اجيب لكم صورة الكويل من جوه، اللي انتوا بتسألوا على القطر بتاعه لو القطر بتاعه زاد يبقى الطبق احسن ومش احسن. لا طبعا، هو بيديك معلومة مبدئية ان انت شغال، او الترددات اللي بينتجها الطبق بتبقى مختلفة عن الترددات اللي بينتجها اي طبق تاني، باختلاف طبعا التصميم والديزاين وعدد اللفات والكلام عشان كده يا جماعة، لما تيجي مثلا في حد بيتحرق عنده السماعة، ويجي مثلا يركب فيها كويل غير الكويل بتاعها اللي جاية بيه، بيسمع صوت مختلف. ليه بيسمع صوت مختلف؟ لان عدد اللفات هنا مختلفة، لان الماتيريال او المادة اللي متصنع منها النحاس مختلفة، لان التصميم بتاعه مختلف. فعشان كده بتسمع صوت تاني خالص، رغم اللي هو نفس الطبق والملف نفس المقاس، بس بيختلف طبعا. فما تحكمش على السماعة الا لما تعرف المكونات بتاعتها. مش المكونات، تعرف ال ال المعلومات، البيانات اللي جايه معاها، الار ام اس بتاعها قد ايه، الوات بتاعها قد ايه، هي كام اوم، عشان تقدر توظفها مع الباور. ولازم الباور يكون مكفي السماعه، لازم الباور يكون مشبع السماعه، لازم الباور يكون مرة ونص قد السماعة، يعني يكون مرة ونص لمرتين لو امكن، عشان الباور يشتغل كويس، وعشان تكون هو شغال براحته ومفيش ضغط على السماعة. طبعا مع وضع في الاعتبار نسب طبعا التعلية، نسب ضبط الكروس طبعا على الزيرو دي بي والكلام فلازم تكون كل حاجة متظبطة عشان السيجنال تطلع مظبوطة، وتوصل للطبق تترجم مظبوطة، وتبقى كل حاجة عندك شغالة كويس من غير ما تيجي سخونية على المغناطيس زيادة. هو المغناطيس بيسخن، بس مش السخونية اللي انت تحط ايدك عليه تتلسع. ده احنا عندنا بيبقى وقت نلاقي الكالونة كلها مولعة، الكالونة كلها بتبقى مولعة وجايبة نار من جواها. وساعات المغناطيس هنا بيرحل، لو مثلا خد خبطة شديدة في الكالونة ولا حاجة، المغناطيس هنا بيرحل مع الملف. فليه يا جماعة السخونية لأن انت عندك بتبقى شغالة السماعة على أقصى طاقة ليها لمدة، يعني فترة طويلة، فبالتالي بيسخن جامد. اما بقى لو هو كان الواط اللي جايله مظبوط، السماعة شغالة براحتها، في مساحة تشتغل فيها، مظبوطة مع الكالونة في الساعة اللترية بتاعة الهواء، مظبوطة مع الترددات اللي طالعة منها، هتبقى كل حاجة شغالة كويس، عمر السماعة هيبقى طويل. فلازم يا جماعة نخلي بالنا من الحتة مفيش أحسن باور هو اللي ينفعك في شغلك. اوحش باور اللي انت تشتريه ما يكونش على الكفاءة بتاعة السماعات بتاعتك، طبعا مع الاخذ في الاعتبار الضمان بتاع الباور. الباور شاريه من عند مين، الاسم اللي انت شاري من عنده، الجودة بتاعة الباور والخامة بتاعته. فكل بيتحدد عليها القصة فأرجو بس الفيديو يكون كل الناس استوعبته. الفيديوهات الجاية بقى هنتكلم على المشاكل اللي بتقابلنا ان شاء الله. احنا كان فيديو بس سريع كده، بس عشان قصة الملف والاحسن احسن تدوت باور والكلام فحبيت اوضح الحتة فان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن باذن الله. وان شاء الله باذن الله ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.